وبعدين بقى هاجيب الدسم اللي هو اللية او الطعم الضاني الجميل اللي نزل من اللية واللي نزل من المنديل، وهزوده واحطه فين على الفحم، وابتدي اقوم مقفل. 5 دقايق احلى كفته واحلى طرب، خطيره جدا في فرن البوتاجاز، مش محتاجه شوايه ولا دخنه ولا وجع قلب. مع سلطه الطحينه بصلتين او 3 بصلات كبار عليهم طماطمايه شايل منها القشر، وهضيف عليهم ربع كوب من الميه عشان الخلاط يعرف يتقلب مع بعضه. وشطارتك هنا يا ست الكل ان انت تصفي الميه كويس، يا اما لو ما عندكيش المنخل ده الصفايه الكبيره اللي هي بتبقى زي بتاعه الشاي بس كبيره شويه. هناخد التفل دوت بعد ما نصفي منه الميه هنضيف عليه بابريكا ومعلقه من الملح ومعلقه من الفلفل الاسود وحزنه من البقدونس، وهنقلب التفل البصل دوت مع التوابل مع البقدونس لحد لما يتجانسوا. هجيب الكبه بتاعتي وهضيف كل اللحمه على مراحل، كل حته كده هحطها هنزل عليهم بمعلقه من البصل على معلقه من الليه. والليه دي يا جماعه انا جمدتها ورجعت بشرتها في المبشره فطلعت معايا ناعمه بالمنظر ده، فالكبه هيبقى سهل عليها ان هي تفرمهم وتطحنهم وتبقى عامله زي العجينه بالظبط، وهو ده سر تماسك الكفته. خلصت الكميه بتاعتي اللي هي عباره عن كيلو، بس عشان انا عملتها على مراحل هضطر هقلبهم كده هوعجنها مع بعض لمده نص دقيقه لحد لما يبقى كل المكونات تجانست مع بعض، وهدخلها التلاجة مش اقل من ساعتين. بعد ساعتين بصوا يا جماعه عامله زي الاستيك، بصبعها بسيخ حديد اهو زي ما انتم شايفين، وادي ميه البصل قدامكم، البصل بالطماطم ببل ايديا واصبع عادي جدا، اعملي حجم الصباع اللي انت حباه. وانا هنا يا جماعه انا عامل ليا، معنى كده ايه؟ مش هينفع اشويها واسيخها على الفحم، انا هعمل في الفرن فبالتالي مطمن جدا. طب لو انا يا شيف عايز اشويها على الفحم اوعي تحط ليا لان الليا بتسيح فصباع الكفته هيسقط في الشوايه. امال هنضيف ايه؟ نضيف حاجه اسمها دوش بيتجاب من عند الجزار، ثمنه زي سعر اللحمه بالظبط، انما ليا يبقى في الفرن وهاكلك كفته وطرب طعمها زي الكبابجي بالظبط. هجيب المنديل بتاعي زي ما انتم شايفين بالمنظر ده هقسمه نصين وكل نص هقطعه على قد الصبع اللي انا عامله، مفيش اسهل من كده. خلاص. وبعدين بعد ما قطعته كده بالطريقه ديت قطع صغيره هجيب الصوابع اللي انا صبعتها وهلف رول بالمنظر ده كده وعلى الصينيه بتاعتي. انا هسوي في فرن البوتاجاز، ما تخافيش تحط بقى ليا مش هيهمك اي حاجه، انما فحم اوعي تحط ليا، ادي تاني مره بحذر. خلصت الكميه بتاعتي رصيتهم في الصينيه، صينيه للطرب وادي صينيه للكفته. في البوتاجاز بقى هتحط فين؟ على الارضيه؟ لا، تجيب الشبكه تنزليها تحت تحت خالص على الارضيه وتحط الكفته والطرب عليهم وتولعي الفرن وتولعي الشوايه لمده تلت ساعه. ممكن تحتاجي تقلبي بالمقبض كده يمين وشمال. بص الدسم اللي نزل من الكفته والدسم اللي نزل من الطرب، الدسم ده هستخدمه استخدام هيوصل لي الطعم الشوائي الجميل الضاني الخطير، ان انا هحطه في فنجان وهجيب حته فحم كده زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده، ورقه الالومنيوم في النص كده، واجيب حته فحم متوهجه تكون والعه كويس. وبعدين بقى هجيب الدسم اللي هو الليه او طعم الضاني الجميل اللي نزل من الليه واللي نزل من المنديل، وهزود واحطه فين؟ على الفحم، وابتدي اقوم مقفل. 5 دقايق احلى كفته واحلى طرب، خطيره جدا في فرن البوتاجاز، مش محتاجه شوايه ولا دخنه ولا وجع قلب. مع سلطه الطحينه الخطيره. لو انت لحد دلوقتي وصلت للمرحله دي اكيد تبقى عايزه طريقه الطحينه، اكتبي لي في الكومنتات وانا هنزل لك الفيديو دقيقه ونص طريقه عمل الطحينه. شايفه الصباع عامل ازاي؟ خطير جدا جدا.